الشتاء وجمال الشتاء والمطر والدفا. في نسبة كبيرة قوي مننا بتحب الشتاء، لكن كلنا متفقين ان في حاجات رخمة قوي في الشتاء. اولها نزلات البرد، واهمها وارخمها المخاط العالق ما بين الجيوب الانفية والحنجرة. لا انت عارف تخرجه من الفم ولا عارف تخرجه من الانف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعيني الكرام، يا رب تكونوا بخير. والناس اللي بيشوف قناتي لأول مرة، يا جماعة اشتركوا. أنا بنزل لكم كل اللي أنا مجرباه على نفسي، فطريقة أنا يعني ما بنزلش أي حاجة غير وأنا مجرباها على نفسي. فإن شاء الله جربوا الطريقة دي وهتعجبكم. إيه الطريقة دي بقى اللي بتخلص بيها من المخاط العالق ما بين الجيوب الأنفية والفم؟ اللي هو لبان الذكر. لبان الذكر يا جماعة، ده طبعا دي وصفات شعبية، اللي هو الطب البديل زي ما بيقولوا. وده قبل بقى يعني قبل تقدم الطب من زمان، ولكن الحاجات القديمة جدا دي ثبت فعاليتها، يعني لان هي اساس الطب يعني. وانا قلت لكم ان انا مجرباها. الطريقة دي الله يرحمك يا ماما هي كانت على طول بتعملها لنا واحنا صغيرين. اللي هو بتجيب مية وبتحط كده فيها حبة لبان ذكر او لبان مر، وطبعا هتغطيها، يعني شوفي طبق بقى او حاجه يعني تغطي بيها كوبايه من بالليل للصبح. من بالليل يا جماعه، ليله من بالليل للصبح هتلاقيه عامل محلول معكر كده. سعادتك هتعملي ايه بقى؟ تجيبي ميه، يعني مش هتشربيه كده، هتخليه فاتر. تنقصي الكميه او تاخدي نص الكميه وتحطيها في فنجان وتحطي عليها ميه تكون سخنه شويه. فالكميه اللي هي البارده مع الكميه السخنه هتعمل لك محلول اللي هو دافي او فاتر. او لو خليتيه اكتر من الدافي شويه، ده هيكون سريع وهيخرج الكمية المخاط العالقة في الحلق. ويستحسن انه تعملوا الطريقة دي وانتوا واخدين اجازة، وانتوا عاملين صيام متقطع. الناس اللي ما تعرفش صيام متقطع او ما عملتش صيام متقطع، ما تفطرش في اليوم دوت بدري. تستنى لما تنظف المخاط العالق في الحلق. زي ما قلت لكم هتشربوا المحلول الدافي ده، او الميه الدافيه، او لبان الذكر الدافي ده، او اللبان المر. بتشربوه اللي هو فوق الدافي شويه. وطول ما انت قاعده بقى بعد ما شربتيه هتلاقي نفسك عماله بتكحي، اللي هو في حاجه عايزه تطرد. هتلاقي البلغم سميك وتقيل وكان عالق وما انتش عارفه تخرجيه. الطريقه دي بتخرجه بسرعه، بس لازم تكون مع صيام متقطع، او لازم تكون مع، يعني ما تفطروش في اليوم ده. الناس اللي ما بتعملش صيام متقطع ما تكونش لسه فطرت. يعني نظف الاول الحلق، او نظف الحلق، او نظف لبنتك الحلق او ابنك الحلق، وبعد كده فطريه. يستحسن ان هو يبقى في يوم اجازة، لانه يعني ما شاء الله الطريقة سريعة جدا ومفيدة جدا، وبتجيب يعني بتنظف كمية البلغم العالق يا جماعة. يعني ممكن لو حد كان عنده التهاب من فترة او برد من فترة، هتلاقيها تطلع البلغم لونه اصفر، البلغم لونه رمادي لو الموضوع بقاله فترة. لكن الموضوع قريب هتلاقوا البلغم لونه اصفر، لسه الالتهاب شديد. وفي ممكن بقى تلاقوا لونه فيه مدمم او حاجه، لانه بيبقى عالق والبكتيريا عماله شغاله، يعني نشيطه، عماله بتعمل التهاب في اغشيه الجيوب الانفيه وفي الحلق. فالطريقه دي مجربه وانا لسه مجرباها حالا. انا سامعين صوتي اهو، يعني صوتي كان الصبح كان مغشلق، لان انا اصلا مريضه حساسيه على الصدر. مريض الحساسيه في موسم البرد ده، يعني يا جماعه يا ربنا يشفيني ويشفي كل مريض. يعني بنبقى عايزين اي حاجة طبيعية، وعشان نتخلص منها، من الحاجة المزعجة اللي زعجانا، وعشان ما تأثرش على المناعة، لان مريض الحساسية بيبقى مناعته ضعيفة اساسا. فلازم انت، يعني كتر الادوية على المدى البعيد بيعمل ضعف مناعة. انا ما بقولش ان الواحد ما ياخدش ادويه، بناخد، ولكن الفكره ان هو مش كل حاجه هتبقى ادويه. وانا قلت لكم ان انا جربت ادويه كتير ما كانتش فعاله في طرد البلغم العالق في ما بين الانف والفم، اللي هو في الحلق. فجربوا الطريقه ان شاء الله تعجبكم. وما تنسونيش يعني جماعه، ما تنسوش الناس اللي معايا في القناه تعمل لايك وتعليق حلو وتشير لاحبابها. يلا جربوا الطريقه، واللي ما اشتركش يشترك. السلام عليكم.